هنعمل النهاردة مع بعض الجبنة الكريمية الجامدة جدا دي اللي هي بطعم القشطة. هنعملها بالطعم الأصلي بتاعها بجد بطريقة حلوة قوي وسهلة جدا ومكوناتها موجودة في كل بيت. أول حاجة معانا 2 لتر من الحليب هنحطهم على النار لحد ما يبتدوا ان هم هيغلوا معانا، وبعد كده هنضيف لهم عصير ليمونتين، وبعد كده هنستمر في التقليب طبعا بس على نار هادية لحد ما نلاقي ان اللبن فصل معانا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، وبقى اللبن فاصل عن المية خالص. هنجيب بقى المصفى بتاعتنا ونبتدي ان احنا نصفي اللبن عن المية بتاعته، وعشان نتأكد ان هو اتصفى معانا حلو قوي نبتدي نضغط عليه كده بأي سباتيولا معانا او اي معلقة عشان نتأكد ان خلاص ما بقاش فيه مية خالص، وننزل كده بنص معلقة صغيرة من الملح ونبتدي برضو ان احنا نصفيه. وكده خلاص بعد ما تصفى معانا هنجيب بقى الكبة بتاعتنا وننزل فيها بالخليط بتاعنا ده كله. بعد كده هننزل عليه ب4 معالق كبار من زيت الزيتون او زيت عادي مفيش مشكلة، بس هو زيت الزيتون افضل. وبعد كده هنديها تقليبة كده بالمعلقة بتاعتنا عشان نتأكد ان هو امتزجت حلو جدا مع بعض، وبعد كده نرجع نخلطها تاني في الكبة. وبعد كده دي خطوة بقى اختيارية، هنضيف كده مكعب من الزبدة بس هيفرق جدا جدا في الطعم. اهم حاجة ان احنا نكون متأكدين جدا ان خلاص الخليط امتزج جدا مع بعض، لان هي دي اهم خطوة، يعني دي اهم خطوة في الجبنة. وكده خلاص هتكون الجبنة الكريمية بتاعتنا خلصت، طعمها تحفة، ملح خفيف. ينفع طبعا ان احنا نعملها على اي توست او اي سندوتشات، وممكن نستخدمها كمان في اي صنف حلويات. جبنة حلوة جدا جدا. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات. لايك وشير بقى لو عجبكم الفيديو. لاول ما بتشوفوا القناه متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه. باي باي.